السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والنهاردة جايه لكم بفكرة مختلفة وجديدة جدا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. النهاردة جايه لكم بفكرة جديدة ومختلفة، وهي اعادة تدوير البرطمانات الفاضية لبرطمانات توابل. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ عملت ده معاكم بطريقة سهلة. يلا بينا نبدأ. اول حاجه كده، اي برطمانات عندكم مش عايزينها فاضيه بغطا استخدموها. انا مستخدمه برطمانات بني كانت فاضيه عندي، بصراحه كنت بحوشها وكده فموجوده عندي منها 12 برطمان. هعمل معاكم ال 12 او 13 برطمان اللي معايا. وده كده ستيكر اللي هو بيلزق على اي حاجه. اللفه الاستيكر دي كانت 5 متر، 5 متر كانوا عاملين 40 جنيه. الصراحه انا جبتها لاني كنت هستخدمها في حاجه تانية فجبتها كبيره. انتوا مش هتستخدموا الكبيره فهاتوا اللي هي 2 متر ب20 جنيه. والاستيكر اللي انا وريتهولكوا ده اسمه ستيكر توابل ب8 جنيه من اي مكتبه. يلا بينا نبدا واعمل معاكم. اول حاجه كده هفتح الاستيكر عشان اعمل معاكم. هاخد كده البرطمان ومعايا مسطره، تقدروا تعملوها بالنظر من غير مسطره عادي، بس انا حبيت برضو اعمل معاكم كل حاجه بالمقاس عشان تطلع مظبوطه. قست لقيتها 6 سنتي. هبدا اقص من الاستيكر 6 سنتي زي ما انتم شايفين كده. ومعايا قلم بعلم بيه كده مكان ما هقص، وابدا بقى اقص بالمقص زي ما انتم شايفين كده. كده قصيتها بالشكل ده. هبدا الفها كده على العلبه. انا كده قبل ما اشيل الاستيكر من عليها بوريكم ان انا هلفها على العلبه. ابدا بقى اشيل الاستيكر والف على العلبه. تقدروا كمان تستخدموا برطمانات ازاز وهوريكم في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هبدا الف الاستيكر على العلبه. هلفه على المكان اللي فيه كلام بس، يعني خلاص طالما العلبه كلها عليها كلام هلفه على العلبه كلها. وكمان فضلت ان انا اختار الاستيكر في نفس اللون بتاع العلبه لانه الصراحه عاطي ماتشنج جميل كده مع بعض، لان العلبه لونها اخضر والاستيكر كمان فيه اخضر. ببدا بقى اشيل الزيادات بالمقص. التوفير حلو يا ست الكل برضو. ده كده شكلها النهائي بعد ما لزقت عليها اللزق. بجد شكلها تحفه جدا. الغطا بقى اعمله ازاي؟ برضو هقيس بالمسطره العرض والطول، هو العرض والطول نفس المقاس يعني، بس انا حبيت برضو اوريكم. ابدا برضو احط المسطره كده واقيس العرض والطول واقطعها واعملها على قد الغطا. اهم حاجه يبقى معاكي قلم تعلمي بيه. ده كده المقاس. هبدا بقى اقص بالمقص زي ما انتم شايفين كده. على فكره خطواتها سهله جدا وهتطلعي معاكي احسن طقم توابل يعجبكم بجد. ده كده شكلها. ببدا احط كده اللزقه على الغطا واشيل الزيادات، بحدد كده بالقلم الزيادات عشان اشيل الزيادات منها وتبقى طالعه دايره زي الغطا. ببدا كده بعد ما حددت الورقه بالقلم على الغطا هبدا اقص الزيادات. خطوه القلم والتحديد دي بتسهل عليا ان انا اقص المقاس مظبوط بالظبط زي ما انتم شايفين كده. فكره ان انت تعملي حاجه بايدك في البيت دي او تعملي اعاده تدوير لحاجه كانت عندك مش عايزاها، بجد دي فكره جميله جدا وانا بحب الحاجات دي جدا. حتى لو تلاحظوا ان انا كنت عامله الفانوس على ايدي وعامله الهلال اللي انا كنت معلقاه معاكم على ايدي. بجد بحب اعمل اعاده تدوير لكل حاجه. كده هبدا احط اللزقه اللي انا قصيتها دايره على قد الغطا على الغطا وهلزقها زي ما انتم شايفين كده. شكل العلبه في الاخر جميل جدا. وده كده كان شكلها النهائي زي ما انتم شايفين كده. وبجد الوان الاستيكر عاطيه شكل جميل كده وعاطيه منظر. شايفين اللون الاخضر اللي في الاستيكر اللي احنا لزقناه مع لون العلبه جميل بجد. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. وكده رجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما عملت العلب كلها بالاستيكر. وشايفين انا بوريكم هنا البقره لسه فيها كتير جدا لان زي ما قلت لكم انا هستخدمها في حاجات تانية.
وده كده كان شكل العلبة النهائي. بجد تحفة تحفة جدا. انا مبسوطة بجد بيهم، لان حقيقي بعيدا عن ان انا وفرت، لا انا وفرت وكمان شكلهم تحفة وحاجة مختلفة وما شفتوش عند اي حد. هبدأ كده ألزق الستيكر اللي هو بتاع التوابل على العلب، وزي ما قلت لكم الستيكر التوابل ده بيتجاب من اي مكتبة، اسألوا عليه في المكاتب اللي هي الكبيرة هتلاقوه بجد وبسعره تحفة جدا، وفيه كل حاجة، فيه عدس وفيه بقوليات وفيه توابل وفيه رز وفيه دقيق وفيه كل حاجة زي ما بوريكم كده. كان عامل سعره 8 جنيه، مش كتير يعني. ابدأ بقى ألزق التوابل اللي انا عايزاها على العلب، وبجد انا عملت 13 علبة يعتبر. مش هنحسب البقرة ب40 جنيه، احنا هنحسب ان احنا نستخدم بقرة 2 متر ب20 وستيكر ب8 جنيه، يبقى الحساب كله 28 جنيه عملنا بيهم طقم توابل. وطبعا العلب انا بدل ما كنت هرميها لا استخدمتها واستغلتها. وده كده كان شكله معاكم النهائي. وكمان لو تلاحظوا البرطمانات الازاز دي كانت برطمانات بتاعه صلصه. ما تستغربوش، كانت برطمانات بتاعه صلصه معلبه، وانا كنت بشيلها وغسلاها، وبعد ما غسلتها لزقت عليها الاستيكر كده. ما حبيتش احط بقى من الاستيكر التاني، لا هي عطت منظر كده جميل، لان انا ما حملتهمش توابل. انا عملت واحد قهوه وواحد قرفه، وحطيت واحد قرفه وواحد كاكاو في البرطمانات الازاز دي. بجد انا مبسوطه بالفكره جدا، وكمان مبسوطه بشكلهم لان شكلهم جمال جدا، مش عشان انا اللي عاملاهم طبعا، بس هستنى رايكم في التعليقات عليهم. وعجبكم الفيديو ولا لا؟ ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.